خلينا نبدأ رحلتنا مع 30 مليون حيوان منوي. بتبدأ رحلتها من المهبل اللي جزء كبير منهم بيخرج من المهبل وجزء تاني بيموت بسبب حامضية المهبل، وباقي الملايين المتبقية تستكمل رحلتها صعودا هيوصلوا عنق الرحم أو بوابة الرحم، واللي هيموت عنده كام مليون كمان. والناجين من كل العقبات دي بيكملوا صعودهم داخل تجويف الرحم، واللي هيقابلوا جواه جيش كامل من الخلايا المناعية هتعتبرهم أجسام غريبة تهاجمهم وتقتل الآلاف منهم. وهنا بيكون تم فلترة كل الملايين دي وتبقى منهم بس بضعة آلاف، وبيتوجهوا في اتجاه قناة فالوب واللي هي مكان انتظار البويضة. وداخل القناة في أهداب بتتحرك تجاه تجويف الرحم. عشان توصل الحيوانات المنوية للبويضة لازم تمشي عكس اتجاه الأهداب دي، يعني كأنها بتعوم عكس التيار. بعد انتهاء المرحلة دي من الفلترة يتبقى بس مجرد عشرات من الحيوانات المنوية. وخلينا نفتكر ان احنا ابتدينا ب30 مليون، نقدر نسميهم التوب 10. خلصت العقبات لحد هنا؟ لا طبعا، نقدر نعتبرهم بس وصلوا لقصر الأميرة، ولسه مطلوب منهم مواجهة دروع وأسوار وحراس وحواجز محاوطة قصر الأميرة. وبعد التصفية الأخيرة دي أول واحد هينجح في اختراق كل الأسوار هيكون هو البطل في الجزء الثاني من الفيديو اللي هنستكمل فيه كلامنا عن معجزة خلق وتكوين الجنين. نهاية stay safe، يعني فوتكم بعافية.